اول ماتش للاهلي في الدوري السنه دي تعادل. انا زي ما قلت لكم قبل كده الحقيقه مفيش ماتش سهل، حتى لو انت جايب مين. طول ما انت روح الفرقه اللي قدامك هي الاقوى، روح والقتال اللعيبه اللي قدامك هي الاقوى، فتاكد ان مفيش مكسب. الفكره هنا انت عندك زيزو، عندك تريزيجيه، عندك بن شرقي، عندك كل اللعيبه اللي ممكن تكسبك، لكن هم موجودين النهارده لكن انت ما كسبتش. الفكره في بدايه الماتش الحقيقه من المدرب الحقيقه، واللي الكل استغرب الحقيقه من تشكيلته، ببدايه احمد رضا، ببدايه على حساب ديانج، بدايه قفشه، على حساب ايا كان بقى مين موجود. ممكن اشرف بن شرقي كان يلعب، ايا كان بقى الموجود كان بالنسبه لقفشه، لانه في لعيبه ما لعبتش اصلا ماتشات وديه او ما شفناهاش في الماتشات الوديه بالشكل اللي ممكن يدينا ايحاء ان هم يلعبوا اساسي في اول ماتش. دايما اول ماتش لازم تلعب بالقوه الضاربه الحقيقه، لكن النهارده الحقيقه قتال مودرن سبورت وروحهم العاليه تفوقت على صفقات الاهلي في اول مباراه ليها واول تقديمه ليها قدام الجماهير الاهلاويه في الدوري المصري. هتقول لي بقى بورتو وماتش بورتو، انت كان عندك الروح. من غير روح، من غير روح ولعيب كويس مش هيدي حاجه، لكن بروح ولعيب كويس تدي كل حاجه. ده اللي حصل النهارده لعيبه الاهلي الحقيقه. تقدم مودرن وبعد كده تعادل الاهلي، كل ده يعني باين في الملعب ان ده ممكن يحصل، لان برضو الاهلي بقوته صعب ان كان يخرج النهارده مغلوب. هناك اخطاء كبيره جدا في التشكيله، هناك اخطاء في اللاعبين، اداء اللاعبين، روحهم، كل التفاصيل اللي ممكن تكون في ماتش النهارده بالنسبه للاهلي هي سوء اداره وسوء تشكيل وعدم وجود روح لبعض اللاعبين في الملعب. فده جزء مهم جدا النهارده، يعني بدايه غير متوقعه الحقيقه للنادي الاهلي ولعبته، ومفاجاه لجمهوره الحقيقه والمجلس ادارته. والحقيقه زي ما انتم شايفين يعني في الاخر بدايه الدوري كده. فاعتقد ان السنه دي، وزي ما قلت قبل كده والكل متابعني اللي كان كل تابعوني الفتره اللي فاتت، مفيش ماتش سهل. الدوري السنه دي مهما كان عندك صفقات مفيش هيكون اي ماتش سهل تماما. شفنا الزمالك امبارح اخذ الموضوع بجديه كسب، بيراميدز ما كانش واخد الموضوع بجديه ايضا ما كسبش. فيعني الموضوع مهما تكون انت فرقه كبيره وصرفت فلوس كتير وصفقات كتير، لو ما خدتش الموضوع بجديه وكنت قد المباريات وعندك روح وعندك هدف في الماتش ده مش هتكسب خالص. ان شاء الله كده دايما معاكم فيديوهات في الدوري المصري، ودايما نشوف ماتشات حلوه ان شاء الله.